النهاردة هنتكلم عن قصة وجعت قلوب ناس كتير، وفاة اليوتيوبر الفلسطيني يزن شقيق الطفلة ميرا، واللي ياما ناس كتير كبرت معاهم وعلى فيديوهاتهم البريئة. يزن اتعرض لجلطة مفاجأة، والظروف الصحية الصعبة في غزة حرمته من العلاج المناسب، وده أدى لمضاعفات خطيرة انتهت بوفاته. الخبر وقع زي الصاعقة على محبيه، خصوصا بعد ما والدته نزلت فيديو مؤثر جدا وهي بتودعه وأرفقته بأغنية سوف أعود يا أمي، واللي كانت كأنها صرخة قلب أم مكسور فقدت ابنها. الناس اتفاعلت بشكل كبير مع الفيديو، الكل كان بيدعي ليه بالرحمة ولأسرته بالصبر. تعليقات مليانة حزن ودعاء، والكل متأثر إن طفل زي يزن اللي كان بيرسم الضحكة على وشوشنا حياته تنتهي بسبب ظروف صحية ملحقوش يعالجوها. وفاة يزن مش بس خبر مؤلم، دي رسالة قاسية بتفكرنا قد إيه أطفال غزة بيدفعوا الثمن، مش بس من الحرب لكن كمان من نقص الدواء والعلاج وأبسط حقوق الحياة. واليوم نودع يزن، لكن صدى صوته لا يموت. في كل فيديو نشره، في كل ابتسامة رسمها، وفي كل قلب حبه ستبقى ذكراه حية لا تمحى. يزن رحل، ولكن صورته وهو بيحضن أمه وبيقبل رأسها هتفضل محفورة في قلوب اللي حبوه. ربنا يرحمه ويصبر أهله وأخته ميرا ويجعل مثواه الجنة.